واللي كيديروها كاع هاد الناس هادو كيخدموا على فكرة واحدة. الفكرة هو أنه هناك صراع أجنحة في المغرب، فواغ صراع ديال أجهزة أمنية في المغرب. الفكرة ديال أن المؤسسة الملكية ضعيفة، ولكن ما كيقولوهاش هكا بشكل مباشر، كيقولوها بأشكال مختلفة، وغادي نطرقوا لها في هذا المباشر هذا. وبالتالي يزيدوا يدعموا هذه الفكرة هذه من خلال واحد اللغة تمارس في مواقع التواصل الاجتماعي، اللغة ديال الترهيب. اللغة ديال الترهيب اللي من خلالها كيبغي يوصل لك واحد الفكرة. إذا كنت ضد الكيان الصهيوني وضد الإمارات فأنت بالضرورة سوف تعرض للمساءلة. ولكم خير دليل هاد الروينه ديال البودكاست ديال ردود الافعال اللي خرجت على بودكاست درته انا مع اسعد الشرعي، وقلت فيه ان الجزائري اقرب الي من صهيوني ولو كان من اصول مغربيه. وانا ما كنتش عارف كاع، ما كنتش كاع عارف واش راه واقع في تويتر، حتى واحد الاخ صيفط لي قبيله بعض الاخر وي سمحوا لي الاخوان ونبهوني نقلعوا كاع العنوان. سمحوا لي، لان قالوا لي الاخوان راه الكتابه في وجه الملك ممكن انها تقرا كذا. لا نحيدوها بطبيعه، نحيدوا العنوان حنايا كاع، راه غير الصوره راه بطبيعه الحال. شوف، كل ما نقوله في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المجموعه ديال الشرفاء كلها تعبر عن حب لا مشروط، عن حب نابع من البيعة التي يبايع المغاربة الملك، ومن الثقة اللي عند المغاربة في الملك. ما بغينا لا نطبلوا الإمارات باش تعطينا مقالات نكتبوهم ونديو 500 أورو، ما بغينا لا نطبلوا الكيان الصهيوني باش يدبر علينا في شي خدمة في شي إعلام ولا في شي كذا. حنا كنتكلموا، كنحلوا، كنلاحظوا وكنحلوا وكنخرجوا بالفكرة ديالنا في مغرب يضمن فيه صاحب الجلالة والدستور لنا الحق في أن نتكلم فيما نريد، شريطة أن تكون داخل الإطار الدستوري والإطار القانوني. دونك كاين مغاربة الشرفاء 99.99%، وكاين اللي خدامين على هاد الشيء اللي قلت لكم وخدامين عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وبطبيعة الحال مسيج بمجموعة من التدابير كتندار في الواقع، ولعل واحد منها ما قاله السي بن كيران واللي غادي نطرقوا له. قلت صيفطوا لي بعض الروينه في الاخر في الاكس على البودكاست اللي درت مع اسعد الشرعي، فصيفطوا لي بعض المنشور في تما. واحد السيد داير واحد التعليق في واحد المنشور كيقول ميرسي d'intervenir s'il vous plaît pour arrêter cette personne qui a dépassé toutes les lignes rouges. ومطاقي الامن الوطني، مطاقي دي جي اس ان، هادشي في تويتر ومنشورات كثيره باش ما يديناش الوقت. فردت الفعل ديالي مباشره غير قبيله درتها، انني دخلت عاودت اكتيفيت داك الكونت ديالي في الاكس ودرت لهم هذا الفيديو هذا. سمعوا. انا نسمع لكم، سمحوا لي. المهم خلي حتى يتوصل. دونك هاد الهجمات اللي كتشوفهم، الهجمه على نوار، الهجمه على بن كيران، انا كنهضر غير يعني فيما يتعلق بالتيك توك، الهجمه على نوار، الهجمه على بن كيران، الهجمه على الهناوي، الهجمه على شما درشول، الهجمه على كاع الناس اللي عندها غير واحد الراي مخالف
الفكرة الأساسية: الكيان الصهيوني هو كيان صديق، والكيان الإماراتي هو كيان صديق. احنا ما قلناش العكس، ما قلناش بأن الإمارات ماشي دولة شقيقة، ما قلناش بأن ما عندناش علاقات مع الكيان الصهيوني، ولكن باش أنكم تمعنون في تكميم الأفواه من خلال التشهير ومن خلال الضرب والجرح والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي، راكم ما كتعرفوش العقلية ديال المغاربة. العقلية ديال المغاربة راه عبر عليها الحسن الثاني رحمة الله عليه. قال كاع المغاربة لو كانوا بحال وكان عاملتهم بحال القطيع، والله ما يطيعوني، والله ما يسمعوني. دابا الدولة ديالنا والملوك ديالنا كيحترموا الشعب ديالهم، وبعض القرودة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام البديل كيتكلموا لنا باللكنة ديال الترهيب واللكنة ديال كذا. وهذا الشيء باش بداو في الاول، هذا الشيء باش بداو وياك تهضر على الكيان الصهيوني في اتونسيون، وياك تهضر على الامارات في اتونسيون. بون ماشي مشكل، ماشي مشكل، ماشي مشكل. ماشي مشكل نهائيا. غادي نبداو بداك الشيء اللي قالو بن كيران ونسمعوا له مزيان، نسمعوا الكلام اللي قالو بن كيران. من بعد غادي نسمعوا هاد الغرابي بالسود السي الشرقاوي، ونقدروا نزيدوا عليه واحد النكره هكذا في، لانه هو شوف هذا فضل من عندي. هذاك اللي سميتو سيزار المغربي، قبيله كنت عنده في اللايف وبقى يهضر على هذا الموضوع، وانا والله ما راني متبع بالله لان مشغول وكذا. غادي نزيدو نسمعوا سيزار المغربي في اطار تيك توكي بطبيعه الحال، في اطار محصور، اطار تيك توكي، نسمعوا كيف حلل الامور، ونسمعوا التطاول الذي يمارسه لا السي عمر الشرقاوي ولا هذا السيد هذا اللي سميتو سيزار المغربي على صاحب الجلاله نصره الله وايده. من بعد غادي نهضروا على بن كيران، غادي نهضروا على بن كيران ونشوفوا علاش قال هذاك الكلام، لان المساله اعمق بكثير من انه يخرجوا واحد المجموعه ديال الغرابيب يبقاو يقولوا راه بن كيران الطاول وكذا، في حين انه وزير العدل المحترم نهار اللي خرج وقال ايوا يدبر راسو في اشاره لصاحب الجلاله، يدبر راسو. حتى واحد منهم ما خرج يتكلم ويقول اودي راه كيفاش وزير العدل يتكلم بهذه الوقاحه على صاحب الجلاله وكذا، وهذه ومنهم ليه. وهذه كطرح علامه استفهام. دونك نقاط التقاطع مع الاجنده الاماراتيه كثيره، وانا لا انكر ربما قد تكون هناك اجنده قطريه واجنده تركيه، هذا كما نقولوا المساله الطبيعيه ان الدول حتى من تكون صديقه وتكون كذا راها كتمارس خبث استراتيجي باش انها تحقق مكاسب معينه من خلال هاد الاجنده، سواء اعلاميه سواء سياسيه سواء ثقافيه، كيبداو بها المساله الثقافيه كما بداو لنا مع الكيان الصهيوني. دونك هذا اول سؤال كنطرحوه على السي عمر الشرقاوي وكنطرحوه على باقي الغرابي بالسود. كنقولوا لهم علاش نهار سي وزير العدل المحترم خرج بهذاك التصريح حتى واحد فيكم ما. نقاط التقاطع هي مهاجمة حزب وطني اللي عنده شرعية سياسية وعنده شرعية شعبية، عطاها له الشعب وعطاها له القانون، شرعية قانونية، مشروعية قانونية. كيجي يقول لك اودي هذا الحزب هذا كما قال السي لقمان امين على ان هذا الحزب هو حزب عنده ميولات ارهابيه، هكذا قالها، انقلابيه، يا رب اسمحوا لي، اصحاب ارهابيه، عنده ميولات انقلابيه.
وأنه مستعد أن ينقلب على الحكم إلى توفروا له الشروط ديال أنه ينقلب. فدا كتسمع دابا بيني وبينكم، دابا السي بن كيران 5 سنين الأولى 107 ديال المقاعد على ما أعتقد إذا كنت أتذكر. من بعد 5 سنين جا نفسه هذا الشعب المغربي، هذا الناخب المغربي اللي هو اللي كيمارس السيادة. راه في الدستور راه السيادة للأمة، السيادة راه ما العمر الشرقاوي لا الأخنوش لا البورورو لا العرورو، السيادة للأمة تمارسها عبر صناديق الاقتراع. كتجي العهدة الثانية كيطلع على ما اعتقد 123 مقعد. واسمح لي يا سيدي، إلا كانوا هاد المغاربة اللي صوتوا على حزب العدالة والتنمية في 5 سنين الأولى وعطاو له 107 ديال المقاعد، وصوتوا عليه في العهدة الثانية وعطاو له 125 مقعد، راهم صوتوا المرة الثالثة وخلاو له غير 13 مقعد. دونك انت من كتالينيا مع الامارات الشقيقه اللي عندها مهمه اسلاميه كبيره، انها تعيد قراءه الدين وانها تنهي جميع الاحزاب الاسلاميه، وكان نرى الحزب ديال العداله والتنميه راه حزب ديال الحياه وديال كذا، وبانه لا يؤمن لا بشرعيه الحكم ولا يؤمن لا بحدود ولا يؤمن لا بكذا ولا بكذا، رغم أنهم يعلمون جيدا على أن لا حزب العدالة والتنمية في تركيا ولا حزب العدالة والتنمية في المغرب هو ربما النموذجين الأكثر قربا من المفهوم الحقيقي ديال السياسة، وماشي السياسة باستعمال الدين. لأن إلا قلنا السياسة باستعمال الدين راه كنهضروا على إمارة المؤمنين، وهذا ما يريده الكيان الصهيوني وتريده أيضا الإمارات، ألا تبقي نهائيا على إمارة المؤمنين في المغرب. وشكون كتستقطب الإمارات من أجل ذلك؟ كتستقطب لنا هاد الطالبين معاشهم، هاد صحاب 500 أورو 600 أورو المقال، الناس ديال المؤسسات والمراكز ديال الأبحاث، مفكرين فلاسفة باحثين، كتمشي تشري لك الإعلام، تمشي تشري لك كذا، ويجيو يبقاو يبردعوا في المغربي يقولوا له شوف راه الحزب العداله والتنميه راه حزب ضد الملكيه. واش ما شفتوش بن كيران كيفاش دار تكلم مع صاحب الجلاله في حين انا اقول لك كل دوله عندها رجالات ديالها، والرجالات ديال الدوله الحقيقيين كتجبرهم لا يمعنون في التملق، تلقاهمش دائما يمعنون في التملق، لان رجالات الدوله فين فوقاش كتجبرهم في الوقت اللي خصك تجبرهم فيه. تكون مثلا اليوسفي، مثلا عبد الرحمن اليوسفي، دابا ديك التصويره ديال صاحب الجلاله كيبوس على الراس ديال اليوسفي، واليوسفي هو من هو في تاريخه، ما غاديش نقول الانقلابي ولكن غادي نقول الثوري وكذا وهذا. كيبين لكم بان صاحب الجلاله فوق كل هاد الامور اللي باغيين نتوما تهبطوه ليها، صاحب الجلاله يعتبر العاصي من شعبه ويعتبر المطيع من شعبه، ويحترم القانون ويحترم الدستور ويتعامل مع الكل بمنطق الحكمة وبمنطق المسؤولية. لا، هذا المفهوم ما خصوش يبقى عند هاد الناس هادو، هذا المفهوم خصو يتبدل. يخص المواطن المغربي في مواقع التواصل الاجتماعي يحس بأن الملكية في خطر. بخطر من أحزاب سياسية، مما يدعي السي الصنايبي، وهو كان في واحد اللقاء في واحد القناة إماراتية تشتغل من داخل المغرب، وهذه رسالة لدوك الشطاحات ديال التيك توك، روحوا شوفوا اللقاء مع الإماراتية في جسر نيوز.
اش كتقول ديك الاماراتيه من داخل المغرب وهي عايشه في المغرب؟ قولوا لها كيفاش السي راز، ولا كيفاش تتكلم لنا هكا في الشأن الداخلي وتقولي لنا هكا في الشأن الداخلي وانت غير اماراتيه عايشه في المغرب؟ عندنا مواطنه عندها الاقامه، مواطنه مغربيه في كل الاخر. هاد الشطاحات هادو ديال التيك توك، تحياتي اخويا سيمو، هاد الشطاحات ديال التيك توك وهاد الشطاحات ديال تويتر وهاد النواحات هادو، نقولوا لهم اودي حاولوا على انكم تكونوا موضوعيين باش يتقبلوكم المغاربه. راه ماشي المغاربه اللي كيسمعوكم، راه كيسمعوكم غير الناس اللي المهم ما غاديش نقول الخير يخلصوكم، ولكن اللي كيستخدموكم. صافي بون، باش نختموا ندخل للموضوع مباشره. قلت لك ديك الروينه اللي كانت في تويتر، دخلت لهم ودرت لهم هذا الفيديو هذا. السلام عليكم، تحياتي لكم. قالوا لي الاخوان بان تويتر الاكس، منصه الاكس مرونه عليا، والناس كتكتب في التدوينات والطاقيت دي جاسان الامن الوطني وحالتهم حاله وكذا. المهم انا كان عندي واحد الكونت في تويتر كنت مخليه، ما كنتفاعلش بزاف في تويتر. دابا جيت لي اؤكد ان عبد الله الركان امين بن دريس لن اقدم صهيونيا ولو كان من اصول مغربيه على جزائري اخي في الدين وفي الهويه وفي الثقافه وفي التاريخ. تحياتي لكم. هذا المعنى ديالو بصراحه العباره جريو طوالكم. ولكن علاش هاد الهجمه؟ باش انت تبقى خايف وتخرج تقول ودي راني ما قصدتش، انا والله ما قصدت، انا الكيان الصهيوني راه ماشي زعما بغيت نقول ودي هادي ولا هادي، راه الكيان الصهيوني راه ما دار لنا والو، مسكين الجزائري ولد الحرام، واخا هو مسكين مدمر مقهور مطحون، حتى هو مسكين يدور غير كيفاش يدير يتفك بداك النظام. نقول له ودي الجزائري العدو ديالي، علاش طاقاو الدي جي اس ان، طاقاو الامن الوطني. ويك دابا البودكاست فيه جوج سوايع وربع، الكلام اللي ينقال تما كيفاش داير، وقفوا غير على هادي. وانا كنزيد ناكدها لكم ونهود للمغرب ونقولها لكم من داخل المغرب، والله ما ترهبونا، لان الدوله كتحمينا، القانون كيحمينا. ويلا شي واحد تعرض لشي كذا ولا كذا، لان بحال والو هاد الناس هادو يفوتوا ما هو لا تحمد عقباه. فاعلموا على انكم راكم ضد الاراده ديال الشعب وضد الاراده ديال الملك. الاراده ديال الملك نصره الله يعبر عنها في خطابات واضحه يفهمها القاصي والداني. وهاد رجالات الدوله اللي كنهضر لك عليهم بن كيران من رجالات الدوله. نهار اللي الملك عطالو من ماله الخاص واحد الصالير، بقيتو تقولوا بن كيران كيفاش خرج ب7 المليون ولا اعتقد 7 المليون وكذا وهادي ومنهم. نقول لكم ودي راه الملك هو اللي عطاه، وخرج هو وقال لكم ودي راه الملك هو اللي عطاني، راه ما ديت لا من صندوق لا والو. ديك الساعات نتوما ما قلتوش ودي راه صاحب الجلاله يعني عطالو من عنده، لا رجعتو لافوت في بن كيران. دابا بن كيران من طلب من صاحب الجلاله قلتو بن كيران راه يدير الوقاحه مع صاحب الجلاله. باش ما نطولوش، باش ندخلوا في لب الموضوع مباشره، غادي نسمعوا هذا هو الاول. سمحوا لي، لان من هنا غادي ينطلق غوفرين. انا تما عرفتو بان قلت مع راسي هاد السيد هذا ما غاديش تخرج لي طريفه في هاد البلاد هادي. ما فهمناش غوفرين، ما فهمنا التكسكسو ديالنا وطاجينا وخيراتنا، وكيستفزنا بهذا الموقف ضد اللي قال الملك.
هذه وحده. وبغيتك تعلقي لي على هذه العباره: يجب على المجتمع الدولي ان يتدخل من اجل فتح جبهه اخرى ضد اسرائيل قبل دول المحور ايران، لبنان، سوريا. هذه على فكره الاخت شمع درشول مختصه في البروباغندا، واللي يعني واللي دارت مجموعه ديال البودكاست اللي يهموا الشأن ديال الكيان الصهيوني، واللي مشات للكيان الصهيوني ودارت دراسات تما وكذا. على كل حال راه ماشي خوانجيه، ما دايره النقاب، ما دايره الفولار، ما دايره كذا، ماشي بحال امينه ماء العينين. دارت الفورانه وقلعت الفورانه، وشوف لك نتايا، دارت الفورانه وقلعت الفورانه باش تصور. هذه راه ما دايرش الفورانه كاع، نسمعوها. واللي على فكره حتى هي كتعرض لواحد الهجمه شرسه ما تقدروش تصوروها. بون سمعوا. عرب ومسيح